أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مرابح، البرنامج الذي يعنى دوما بالقطاع المالي الإسلامي. بدءا هذه أبرز العناوين. الشارقة تطلق إصدارها الأول من الصكوك ب$750 مليون. مشروع نظام جديد للشركات الوقفية في السعودية. الإسلامي للتنمية يفوض بنوكا لإصدار صكوك بالدولار. أرحب بكم من جديد. أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار الصكوك لأجل 10 سنوات هو الأول لإمارة الشارقة أن الإمارة قد أطلقت الإصدار بحجم وقدره $750 مليون. وتحدد السعر الاسترشادي النهائي عند 110 نقاط أساس فوق مستوى أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وقالت الوثيقة إن الإمارة التي تصدر الصكوك بهيكل الإجارة قد تلقت طلبات اكتتاب قيمتها حوالي $7.5 مليار. وعينت الشارقة كل من HSBC وبيت التمويل الكويتي وبنك أبو ظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد لبيع الصكوك. رجح تقرير صادر عن وكالة موديز أن تشهد سوق الصكوك الإسلامية قفزات كبيرة ونموا متواصلا خلال الفترة المقبلة مع استمرار اهتمام دول إسلامية وغير إسلامية بها، مشيرا إلى أن 8 دول ستصدر قريبا صكوكا من ضمنها هونغ كونغ وجنوب أفريقيا وماليزيا وأندونيسيا، في حين أن مجموعة أخرى من الدول الكبرى مرشحة للقيام بذلك في المستقبل. سوق الصكوك الإسلامية ستشهد قفزات كبيرة وستسجل نموا متواصلا خلال الفترة المقبلة. هذه كانت خلاصة تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني صدر مؤخرا. وقد أشار التقرير إلى استمرار اهتمام دول إسلامية وغير إسلامية بموضوع الصكوك، حيث تعتزم 8 دول منها إمارة الشارقة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا وماليزيا وإندونيسيا إصدار الصكوك قريبا، في حين أن مجموعة أخرى من الدول الكبرى مرشحة للقيام بذلك مستقبلا. تقرير موديز أوضح بأن فورة النمو الحالي في الصكوك السيادية الإسلامية يمكن أن يستمر نظرا لرغبة الحكومات في الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء في دخول سوق التمويل الإسلامي واعتماد وسائل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة، لافتا إلى ضرورة تزايد السيولة في السوق لمواكبة العرض الموجود. واعتبر التقرير أن العام 2014 يعد عاما مفصليا بالنسبة للتمويل الإسلامي مع دخول بريطانيا إلى السوق بصكوكها المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب الإصدار المرتقب لكل من هونغ كونغ وجنوب إفريقيا في شهر سبتمبر أيلول الجاري. وأردف واضعو التقرير بأن اختيار هذه الدول غير الإسلامية لإصدار الصكوك يدل على التغيير الواضح في حجم وعمق السوق والسيولة الموجودة فيها. وتشير تقديرات موديز إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك السيادية المستحقة تشكل الآن أكثر من 36% من المبلغ الذي تقدر قيمته $296 مليار للصكوك المستحقة حتى شهر يوليو تموز من العام 2014. وعلاوة على ذلك تتوقع الوكالة أن تتجاوز إصدارات الصكوك السيادية مستويات العام 2013 لتصل إلى نحو $30 مليار بحلول نهاية العام 2014. ولفتت موديز إلى أن النمو في التمويل الإسلامي يعكس أيضا الاتجاه المتزايد لدى حكومات الدول الإسلامية من أجل دعم التمويل الإسلامي وأسس الصيرفة الإسلامية بما يتوافق مع الطبيعة الدينية والثقافية للشعوب. وتوقعت موديز أخيرا تواصل دخول الدول الإسلامية وغير الإسلامية إلى سوق الصكوك، مضيفة أنه منذ العام 2001 قامت 16 حكومة بإصدار صكوك إسلامية، كما أعلنت 11 حكومة عن رغبتها في إصدار سندات خلال الفترة المقبلة. أقرأ ذلك مع ضيفي من الكويت السيد عصام الطواري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية. أنا أشكر وجودك معنا أولا في هذا البرنامج. وعلى ماذا استندت موديز في تقريرها المتفائل بالصكوك في تقديرك؟
أنا أعتقد أنه احنا من بداية السنة وقاعدين نشوف في هناك نشاط في إصدارات الصكوك، خصوصا الإصدارات السيادية، وكذلك لحد الحين مقارنة يعني معدل زيادة في إصدارات تقريبا حوالي 8% عن نفس الفترة في العام الماضي. كذلك في هناك خلينا نقول كثير من الإصدارات السيادية اللي كان يتم التحدث عنها خلال الفترة الماضية، صار لهم أكثر من 2 و3، أو حتى مثلا إصدار الصكوك تبع بريطانيا صرنا نتكلم يعني نسمع عنها أكثر من 3 أو 4 سنوات، وفي النهاية طبعا الإصدار فاق 10 مرات المبلغ المطلوب. وعليه أنا أعتقد أن هذه السنة متوجهة إلى another record year، يعني سنة قياسية في عدد في إصدارات الصكوك. نعم، التقرير يشير أيضا إلى أن دول غير إسلامية مهتمة بموضوع الصكوك وستصدر صكوك في هذا الاتجاه، ذكرت على سبيل المثال هونغ كونغ وجنوب أفريقيا إلى ما ذلك من هذه الأمثلة. أيضا تحت أي خانة من الممكن أن نقرأ ذلك؟ شوف، طبعا إصدار صكوك طالما هيكلة الصكوك متوافقة مع الشريعة، فهو يعني الإصدار بغض النظر عن كون الدولة إسلامية وغير إسلامية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك طبعا حاجة في السوق إلى أمرين: واحد إلى أن يكون في هناك مخاطر مختلفة حتى المستثمر يدخل فيها، وتنوع المخاطر مطلوب من باب الحصافة، ولذلك يعني يكون في هناك للمستثمر سواء له يعني Islamic inclination أو غيره، أنه هو يأخذ هونغ كونغ ريسك ولا ساوث أفريكان ريسك. هذا شيء مطلوب ومحمود. الشغلة الثانية اللي يعني مفيدة أن هذه الدول تحاول أن هي أن يكون في عندها تراك ريكورد في هذا السوق بالذات. يعني قد يكون لها تراك ريكورد في أسواق السندات العالمية وتحتاج أن يكون في عندها، ولذلك هذه الإصدارات تكون خلينا نقول يعني مثل إصدارات ريادية حتى تستابلش تراك ريكورد وسعر في هذا السوق. فمهمة من هالناحية هذه. وعليه احنا دائما نتكلم عن النيو فرونتيرز اللي هي الدول الجديدة أو الآفاق الجديدة اللي أمام العالم المصرفي الإسلامي، ومن خلال إصدارات الصكوك لهذه الدول احنا قاعدين يعني نكرس ونوسع حجم السوق في العالم. نعم، نلحظ ازدياد نسبة في إصدار الصكوك السيادية على حساب إصدار الصكوك للشركات. ما هي الخطوات التي من المفترض أن تتم حتى تستطيع الشركات أن تتجه للصكوك كأداة تمويل رئيسية في تقديرك؟ طبعا يعني تطور أي سوق يمر في مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هو لما يكون في هناك إصدارات سيادية اللي من خلالها يتم تحديد خلينا نقول ما يسمى بالمؤشر أو منحنى المؤشر، البنش مارك ييلد كيرف. ومن خلال الإصدارات السيادية ممكن تسعير إصدارات الشركات مقارنة أو قياسا على ذلك. وعليه طبعا المرحلة التالية في تطور أسواق رأس المال يكون في جذب شركات الإصدارات. الملاحظ أنه في هناك طبعا الإصدارات السيادية في عليها إقبال كبير لسبب بسيط، يعني البي اي اس ريجوليشنز والزيرو ريسك ويتنج اللي هو نسبة المخاطر صفر بالنسبة حق المستثمرين، خصوصا للمؤسسات المالية والبنوك تحديدا. النقطة الثانية أنه الإصدارات الصكوك الشركات في سوق يعني مثل ماليزيا اللي هو سوق متقدم وفيه كفاءة عالية، يعني واصل إلى مراحل يعني جدا ممتازة. يعني حجم إصدارات الصكوك في السوق الماليزي وصلت 160 مليار دولار مقارنة ب 120 مليار دولار لباقي العالم. ولذلك احنا نشوف انه في هناك مجال لأن يكون هناك في أسواق الخليج
اليوم قاعد نشوف الشركات، أغلب الشركات اللي تسوي إصدارات صكوك هي شركات شبه سيادية، ونأمل أن يتحول الانتباه واهتمام المستثمرين في الاستثمار في إصدارات الشركات خلال الفترة القادمة. جيد. سيد عصام، هناك أيضا تقرير صدر مؤخرا ستاندرد اند بورز ذكر من خلاله أنه من المرجح إصدار الشركات الإماراتية للصكوك تبعا لإجراءات قام بها البنك المركزي فيما يتعلق بنظام التركزات الائتمانية. كيف تعلق على هذا، وما هو واقع الحال إذا أخذنا الكويت مثلا في الاعتبار؟ شوف، السوق الإماراتي دائما كان سوق نشط في مجال إصدار الصكوك، والدليل على ذلك يعني حتى ما قبل الأزمة كانت إصدارات الإمارات تأتي ثانية بعد ماليزيا في ذاك الوقت. فعودة إصدارات الصكوك للشركات الإماراتية ليس بغريب على ذلك، وهذا طبعا لأنه في هناك في أمرين أنا أعتقد طبيعيين في السوق الإماراتي. واحد، أنه في هناك سياسة ائتمانية واضحة للاقتراض، وعليه يعني الشركات يعني في عندها مهيئة لهذه الإصدارات من ناحية السيستمز، التقارير، السكيورتي الموجود وغيره. النقطة الثانية في الإمارات أنه اوريدي الشركات اللي تعثرت في الفترة السابقة عملت إعادة هيكلة وعادت مرة أخرى وحسنت من أدائها، واليوم هي مستعدة أنها تدخل السوق مرة ثانية. مقارنة في السوق الكويتي، أعتقد السوق الكويتي في يواجه تحديات. واحد منها أنه الشركات التي تعثرت ما زال الكثير منها يعني في نفس الوضع، وحتى بعض البرامج إعادة الهيكلة بعضها صار له مرة ومرتين ويمكن يدخل في المرحلة الثالثة. الشغلة الأخرى اللي هي أنا أعتقد أنه ما زالت التشريعات في الكويت لا تساعد في إصدارات الصكوك داخل الكويت، وعليه من المؤسسات الكويتية التي ترغب في عملية إصدار تخرج خارج الكويت لعمل هذه الإصدارات. ويجب حل هذه الأمور خلال الفترة القادمة، حتى لأن السوق الكويتي في فرص كبيرة بالنسبة حق الشركات وفي إصدارات الصكوك. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رسامين للهيكلة المالية السيد عصام الطواري، أنا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار الصكوك أن البنك الإسلامي للتنمية فوض 9 بنوك للإصدار المحتمل الذي سيكون بالدولار الأمريكي، وكلف البنك بنوكا منهم CIMB ودوتش بنك وبنك الخليج الأول وHSBC وبنك أبو ظبي الوطني وستاندرد تشارترد بترتيب لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ويتطلع الإسلامي للتنمية الذي كان أحدث إصدار له ب$1 مليار لأجل 5 سنوات وبيع في يوليو تموز، يتطلع إلى زيادة إصدارات الصكوك لتعزيز مركزه والحصول على أسعار مماثلة لبنوك التنمية الأخرى. لازلتم تتابعون مرابحة من CNBC عربية، فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. كشف بدر الراجحي رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف في مجلس الغرف السعودية أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على إعداد مشروع نظام جديد للشركات الوقفية، يأتي ذلك في ظل مشاكل يعاني منها قطاع الأوقاف في المملكة. يعاني قطاع الأوقاف في السعودية من مشاكل التنظيم، فلا توجد إلى الآن تشريعات تحكم العاملين في هذا القطاع من رجال الأعمال وأهل الخير وأوقافهم. وتعتبر السعودية من أكبر البلدان الإسلامية بحجم قطاع الأوقاف، والذي يقدر بأكثر من 40 مليار ريال، ولكن رغم ذلك لا تزال في مرتبة متأخرة في التشريعات الخاصة بالأوقاف. أولا لدينا انفصال نحن بين القطاع الخيري وبين الوقفي والتنمية في المملكة العربية السعودية، طبعا لقصور التشريعات التي تضمن مشاركة تلك القطاعات اللي هو ما يسمى بالقطاع الثالث. 1. 2. أيضا ما هناك أيضا حوار، مسألة الحوار غائب، وحقيقة بعض الوزارات تعيش بما يسمى الجزر المعزولة،
كأنما ليس هناك قطاع خاص. القطاع الخاص طبعا هو مورد في الأخير مقاول، لكن هناك جزء من المسؤولية الاجتماعية يتحمل القطاع الخاص، ولا بد أن يدفع القطاع الخاص تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية في الشراكة في مسألة التنمية. ثانيا، ميزة حقيقة القطاع الخيري والمجتمع المدني أنه يعكس أفكار الناس عموما وتطلعاتهم اتجاه الخدمات ثم يعطيك أفضل الكفاءات بأقل تكلفة ممكنة، وثم يعطيك ما يسمى بتدفق المعلومات دون وجود الحواجز البيروقراطية. وتعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على إعداد مشروع نظام جديد للشركات الوقفية، والتي لا تعرف مسمى لها حاليا، هل هي شركات خاصة أم شركات وقفية، كونها تنتمي إلى القطاع الثالث الخاص بمؤسسات المجتمع المدني. ويرى المختصون أن إنجاز هذا التشريع سيعزز قطاع الأوقاف وفائدته الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. عندما نريد صياغة نظام جديد في المملكة فإحنا نحاول أن ندمج بين التجربة الناجحة لدى الغرب بالواقع المحلي وإرثنا الإسلامي والشرعي. النظام سيتيح لا شك سيحقق نمو للشركات الوقفية وسيحقق نجاحات وسيلبي احتياجات الكثير من هذا القطاع المهم في تنمية المجتمع. وفي السياق ذاته انتهى مجلس الشورى من دراسة نظام الهيئة العامة للأوقاف ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره، كما يتوقع أن يتم تخصيص دوائر خاصة بالأوقاف في محاكم المملكة. يعاني القطاع الوقفي في السعودية من مشاكل متعددة، لكن إيجاد الحل لهذه المشاكل يمر بإيجاد تشريعات تنظم هذا القطاع في المملكة. عطلة الشمرسي، MBC عربية، الرياض. أنا معي من جدة الدكتور عدلي حماد الخبير في الصيرفة الإسلامية. دكتور عدلي، مساء الخير وشكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج. ويبدو أن قانون الأوقاف ونظامه يجري العمل على تعديلها. حدثني أولا عن الإشكالات الموجودة حاليا على أرض الواقع في تقديرك. مساء النور أخوي. حقيقة الواقع في المملكة ينقسم إلى شقين. شق يخص الشركات ونظام الشركات الذي يتبع لوزارة التجارة والصناعة، والشق الأهم هو نظام الأوقاف الذي يتبع وزارة العدل. وهذا الواقع يواجه إشكالات. فأولا، نظام الشركات السعودي لا ينص على أي نوع من الشركات الغير ربحية أو الغير الهادفة للربح، كما يسمى في المصطلح الغربي non-profit organizations. غير منصوص عليه في نظام الشركات السعودي. أما بالنسبة لوزارة العدل فلا يوجد قانون أو نظام للأوقاف ينظم إدارة الأوقاف، بالرغم أن هناك وزارة في المملكة العربية اسمها وزارة الأوقاف، ولكن ليس لها سلطة على الأوقاف بشكل عام، بل السلطة الأكبر هي للمحاكم والقضاء في المحاكم. نعم، إذن هذا الأمر والتعديل الجديد هل يتطلب التنسيق بين كل هذه الأطراف، أم في تقديرك أن كل جهة تعمل بشكل منفصل فيما يليها؟ أعتقد أن كل جهة تعمل، لا زالت كل جهة تعمل فيما يليها. فبالإضافة لوزارة التجارة والصناعة هناك المجلس الأعلى للأوقاف وهناك وزارة العدل. وأرى أنه مع كل الشكر والتقدير لما تقوم به وزارة التجارة والصناعة في تحديث نظام الشركات، وهو نظام عتيق مضى على إصداره قرابة 50 سنة وأصبح لا يتفق مع المنظومة الاقتصادية الحديثة في المملكة، ومنذ 10 سنوات نحن نسمع عن تحديث نظام الشركات في المملكة ولا زال لم يرى النور. فإضافة نصوص تنظم عمل الشركات الوقفية لن يجد تلك الفاعلية ما لم تتحد رؤية وزارة التجارة والصناعة مع رؤية وزارة العدل، لأن في النهاية أصول الشركات الوقفية سوف تخضع لسلطة وزارة العدل. يعني في تقديرك ووفق ما هو قائم الآن، إلى أي مدى المملكة تفوت فرص كبيرة للاستفادة من هذا القطاع بشكله المتكامل في ظل، وهذه خطوة جيدة الآن أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي، وإلى أي مدى أيضا مسألة الوقف والشركات الوقفية تحتاج إلى توعية في المقام الأول من قبل القائمين بها وحتى على مستوى المجتمع؟ صحيح، في الفعل يعني هناك فوتت فرص كثيرة، وحصر مجال الوقف فقط في الأوقاف العقارية وخصوصا في المدن المقدسة مكة والمدينة. لم نرى أوقاف صناعية، لم نرى أوقاف تجارية. لا زال الوقف
يقوم على مفهومه القديم الذي ورد في الفقه الإسلامي. لم نرى أي مبادرات حديثة لتطويره كما نرى في تجارب بعض الدول الشقيقة مثل الكويت أو غيرها. ثانيا فوت ذلك على أنه كثير حقيقة من حكم خبرتي كمحامي مع بعض الأسر التجارية التي أنعم الله عليها بالخير تريد أن تعمل أعمال وقفية، ولكنها في الواقع تخشى من تدخل المحاكم في أعمال الوقف، سواء من أغراض الوقف أو من سلطات الناظر أو عزل النظار والتي تشهد ساحات المحاكم، فعزفوا عن ذلك. وجدوا قنوات أخرى عبر ما يسمى في المملكة بالمؤسسات الخيرية، وهي ليست جمعية لا يحق لها جمع التبرعات، ولكن يقوم عليها عائلة أو فرد من أمواله الخاصة لكي يتبرع. أيضا هذه المؤسسات الخيرية التي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية مقيدة في الاستثمار، لا يحق لها الاستثمار أو المتاجرة. فلذلك لابد كان الكيان الوحيد الذي يستطيع أن يجمع هذه الصورتين، صورة الوقف وصورة الاستثمار، هي الشركات الوقفية التي نأمل أن يعني ترى النور قريبا من قبل وزارة التجارة والصناعة. نعم، هناك حديث على أن ما يضمن متطلبات الواقفين وتشجيعهم على العمل الوقفي هو أن تدمج هذه الشركات الوقفية في نظام الشركات. كيف ترى هذه الخطوة؟ هي خطوة رائدة جدا، لأنه في النهاية نظام الوقف كتبسيط لبعض الإخوة أنه شخص يوقف مال عقار معين، عمارة مثلا، ويقيم عليها ناظر يستلم الإيرادات ويوزعها في سبيل الله أو للناس الذين أوقف عليهم هذا المال. بالمفهوم الشركة الوقفية سوف يكون لدينا مجلس إدارة هو يقوم بدور الناظر، وهو الذي يستثمر وينمي هذه الأموال. ولدينا تجارب وقفية في مكة والمدينة، أوقاف ما شاء الله مضى عليها مئات السنين وأصبحت تمد ريع ومبالغ بمئات الملايين. فالتجربة رائدة وحقيقة لو طبقت بشكل صحيح. من جدة الدكتور عادل حماد الخبير في الصيرفة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. تشهد المنتجات الإسلامية ازدهارا صناعيا ورواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جذب عددا كبيرا من الشركات الصينية والكندية والأوروبية للاستثمار في هذا القطاع النامي. لكن الخبراء يؤكدون أنه من بين 30 سوقا ناشئة لهذا القطاع، فإن نحو 50% من مجموع الاستهلاك العالمي للمنتجات الإسلامية هو في منطقة الخليج، وأن 87% من عائدات القطاع تصب في السعودية وتأتي ضمن عائدات العمرة والحج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة على وجه التحديد. أنا معي عبر الهاتف من جدة السيد لاحم الناصر الخبير في الصيرفة الإسلامية. دعنا نقرأ معك ما ورد في هذا الخبر وهذه النسب وتعليقك عليها. نشط صناعة الحلال. صناعة الحلال أصلا هي موجهة إلى الجاليات المسلمة التي تعيش في مجتمعات غير مسلمة، وليست موجهة أصلا للمجتمعات الإسلامية. ولكن هناك بعض الأنشطة الحقيقة التي هي يعني وجدت في الآونة الأخيرة التوجه نحوها، مثل صناعة التجميل وصناعة الفندقة أو السياحة الإسلامية. هذه الصناعتين هي الحقيقة التي يعني يمكن أن نتكلم عن نموها في العالم الإسلامي أو في الدول التي يغلب عليها يعني ديانتها الإسلام وغالبية ساكنيها من المسلمين، هي التي يمكن أن نتحدث عن حجم النمو فيها وماذا حققت وكيف توجهت. أما بقية الصناعات الحقيقة المسلمين معتادين يأكلون الحلال ويشترون الحلال ويلبسون الحلال، فالأرقام المذكورة يعني بسيطة جدا، لأنه أنت لو تحت استهلاك المملكة العربية السعودية بس فقط المملكة العربية السعودية من يعني حجم الإنفاق الاستهلاكي عندها على البضائع تجد أرقام أكثر من هذه التريليونات المذكورة. نعم. فبالتالي وهذه كلها صناعة حلال 100%. المملكة العربية السعودية تعرف ما فيها أي شيء محرم، يعني لا يدخلها محرم ولا يصنع فيها شيء محرم. جيد. بالتالي يعني لا يمكن هذه الأرقام يجب أن تكون أكثر مصداقية عندما احنا نركز على القطاعات
التي فيها شبه كان مثل قطاع المكياج وما المكياج، وانه بعضه كان يعني يدخل في صناعه الخنزير او غير او الكحوليات او غير ذلك، وفي التوجه الان من قبل بعض المسلمين ومن قبل بعض الشركات الى صبغه يعني محاوله انتاج يعني منتجات حلال متوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه بنزع هذه الاشياء منها واستبعادها منها. نعم. مثلا مساله قطاع الفندقه الان في التوجه نحو الفندقه الاسلاميه والفندقه الاسريه بالاصح العائليه، مثل عمليه انه يوجد فنادق لا يوجد فيها مراقص ولا يوجد فيها بارات ولا يوجد فيها مثلا ويوجد فيها مسابح مفصوله بين الجنسين. هذا في التوجه الان، بس انها يعني ارقام بسيطه جدا حقيقه ولا تستطيع ان تنافس. صحيح. اذا اردت ان تتكلم عن صناعه الحلال تكلم عنها في القطاع الغربي. نعم. الغرب كم حجمها في الغرب والارقام التي في الغرب وكم الانتاج الاسلامي الموجه لهذه القطاعات. احنا نجد اكثر دوله يمكن ان يطلق عليها رائده في صناعه الحلال هي ماليزيا حقيقة. نعم. ماليزيا الان عندها توجه كبير جدا نحو يعني هذا القطاع وهي رائده فيه. نعم. وعندها علامات تجاريه كثيره ومصانع وكلها موجهه لإما آسيا حول المجتمعات المسلمة في آسيا أو وفي الصين، ويعتبر القطاع يعني الصين حجم سوق كبير جدا بالنسبة لماليزيا، أو القطاع الغرب مثل بريطانيا والتي تواجد فيها جالية كبيرة جدا مسلمة، أو في ألمانيا أو في بعض الدول الغربية. الخبير في الصيرفة الإسلامية السيد لاحم الناصر، أنا أشكر لك هذا التعليق الضافي حول هذا الموضوع. انتهت حلقة مرابحة لهذا الأسبوع. للتواصل معنا دوما مراسلتنا على البريد الإلكتروني مرابحة@cnbcarabiya.com. في أمان الله.